خليك عارف بأمان بعد انتظار مشروب لإيديك يا رمضان. كل سنة وأنت طيب وأنا طيب وكل حبايبك وأهلك وأصحابك وأخواتك وقرايبك كلهم طيبين. 2-1 وأنت مش مبسوط، 2-1 وأنت متضايق، 2-1 وأنت مش فرحان، 2-1 وأنت عندك أسئلة كتير لأنشيلوتي، 2-1 وعندك أسئلة كتير لسيميوني، 2-1 كانت ممكن تبقى أكبر من كده بكتير، 2-1 وأنت رايح على ملعب الوندا، 2-1 وأنت بتقابل أكلح فرقة ممكن تعملها السنة دي، 2-1 بعد خسارة الدوري اللي بنسبة كبيرة أنت خسرته. ما قدامكش غير دوري الابطال اللي بنسبه كبيره انت بتصعب فرصك فيه. جاي نتكلم عن ماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد اللي خلص 2-1، مش عن الشيء ولو فادي لازم ماجد دي ومنتادا، ودي حلقه ريال مدريد واتلتيكو مدريد في البرنابيو. يلا بينا نخش في الحلقه. انا عندي 3 اسئله هما عنوان الحلقه، 3 اسئله هما يا معلم هيلخصوا الحلقه، وهما 3 اسئله اللي هنتكلم عليهم في الحلقه كلها. تمام. اول سؤال لعم انشيلوتي. يا عم العالم، يا عم الكوكب، يا عم الدنيا، يا عم المجال، يا عم احلى واحد في الدنيا، يا عم انت احلى واحد والله. انت لازم يبقى عندك كارثه او كارثه كونيه عشان تبدا برباعي ده. رباعي اللي سهله جدا، وانت وانا اعتقد اقتنعنا خلاص يا معلم اللي فاسكس مش باك يمين. خلاص، ما هو انا اصل انا عندي واحد زي فالفيردي مش في مكانه وبيلعب احسن من فاسكس. فاكيد يا معلم ان فاسكيز وحش جدا، عشان واحد مش في مكانه بيلعب احسن منه يبقى اكيد ده وحش جدا. واكيد في اي ماتش كبير اذا كان سيتي ولا اتلتيكو مدريد احنا لعبنا فالفيردي، يبقى انت برضه اكيد مش مقتنع بفاسكيز. اهي سهله اهي. ليه بقى لعبناه في ماتش بيتيس؟ ليه سهله وبسيط؟ ليه لعبناه في ماتش بيتيس؟ محدش عارف. ماتش اللي انت كنت ممكن ده ماتش كبير، انا ما بقولكش بتلعب مثلا ريال مايوركا، انت بتلعب يا معلم بيتيس اللي هي اعتقد ماتش كبير في الدوري. بيتيس اللي يا معلم ده انت اسكو اللي انت ماشي من عندك عمل عليك حفله. فتخيل بقى يا معلم لو كان مثلا فالفيردي ولا في المكان ده، انت ريحته، احنا كنا بنطالب انك تريحه، ريحته بدل الماتش 3 و4. فاعتقد انك كنت محتاج تريح فالفيردي، اديك ريحته، ابدا لعبه بقى يا معلم وافحته لحد اخر الموسم. مش هستحمل العب بفاسكيز تاني. جنبه بالظبط مش مستحمل العب بقلبه تاني يا معلم. قلب ما راجع من الاصابه تحس ان هو معمي، راجع من الاصابه مش قادر يجري. فخلاص ريحه. انا يا معلم تشاوميني والنبي ارجع العب في الدفاع وما العبش بقلبه. بقول لك انزل العب في الدفاع وما العبش بقلبه. سهله وبسيطه، ما يلعبش قلبه، ما يلعبش قلبه من اول اللعيبه اللي ماشيه كده باخر السيزون. مش هلعب بقلبه تاني، مش هلعب بقلبه. وانا بقى عندي يا معلم اسينسيو قاعد دكه، والله عادي العب بفايخه مبسوط جدا. جنبه اوديجير يا معلم والله انت كتر الف خيرك. تسلم يا تشيلسي يا انتوا لبستونا في سقفة هازارد. بس بجد بجد يعني خد يا معلم، والله انا ممكن ارجع لكم اوديجير تاني واشتري منكم عشان انتوا تعملوه ده. اصل يا معلم اوديجير جنبي وحش جنبي حلو. لا انا جامد، انا في البيك يا معلم. فكك. ده حتى يا مندي اللي كان عامل ماتش حلو. بس يعني اسوأ حاجتين والله انه يذكر في التاريخ ان احلى هدف لابراهيم دياز مندي اللي عامل اسيست، ويذكر في التاريخ برضه يا معلم ان مندي عامل اسيستين ورا بعض. يعني اول اسيستين لمندي في الموسم ده. فاعتقد ان اقتنعت انشيلوتي اقتناع تام ان يا معلم مش لازم كارثه او يبقى مصيبه كونيه والعالم كله متآمر واصابه بقى اللاعب ده ومش عارف طارد مين عشان ابدا يا معلم العب بالخط ده عادي جدا، مع ان ممكن نلعب عليه والخط ده احسن بكتير من ثنائيه تشاوميني وديجير او من ثنائيه البا وديجير ومن ثنائيه فاسكيز وتشاوميني. يا نهار ابيض ده انا كنتش عايش يا جدع. هقول لك حاجه بسيطه بس. شفت اسيست فالفيردي لرودريجو في الجول الاول؟ يا نهار ابيض. والله العظيم فاسكيز لو كان فكر فيها كان ممكن يقع على الارض يقعد يعيط. اصل يا جدعان فاسكيز اصلا كان وينج مالت. فتخيل انت بتلعبه في مكان مش في مكانه، فاكيد مش هيبقى جامد. اصل انا مش هطلع كل حلقه اقول نفس الكلام. طب يا عم السؤال التاني اللي انا هموت واساله، يا عم سيميوني، يا حاج سيميوني، هل انت ما شفتش الماتش بتاع ريال بيتيس اللي انا خسرته؟ خسرته ازاي؟ خسرته ان حد عامل عليها هاي بريس. حد ماسكني كده زنقني في كورنر وهاتك يا ضرب. زنقني في كورنر انا مش عارف اطلع منه. فعملت ايه؟ دي جاي خسران الماتش بكل بساطه بكل سهوله ما فيهاش جدال.
خسرت وخسرت اي حاجه مع اي حد كان بيخش عليها، كان انا ببيعه على الارض. تمام. وهجمات مرتده مع ان معمول عليها هاي بريس، كان بيتعمل هجمات مرتده مش عارف ازاي. يا عم طب سيبك من ده، ما شفتش ماتش برشلونه اذا كان في الدوري ولا في السوبر؟ هاي بريس خسرت الماتش، فانت تعمل عليها هاي بريس بعد الجون الاول اللي دخل فيك، تعمل عليها هاي بريس، فقوم جاي يعني دخل فيها جون من الفاريز. الفاريز ده اللي قصه لوحده، دخل فيها جون من الفاريز، فتعمل ايه؟ ترجع تدافع تاني بعد ما دخل فيك الجون وعملت هاي بريس، فنجحت بغبائك تقوم جاي مرجع لا والله هرجع ادافع. انا الغباء فيا. الناحيه التانيه الفاريز، انا مش فاهم ازاي محدش بالعالم كله بص على الفاريز، محدش بص على الفاريز وقال لك لا والله الواد ده يعني ممكن يجي منه وممكن نجيبه عادي. مش لازم يا معلم والله ادفع فيه 70 مليون واروح اجيبه من سيتي يلعب في اتلتيكو مدريد ووديع اسبانيا، مش وديع الدوري، وديع اسبانيا كلها. اجيب لاعب بحجم الفاريز كسبان كل البطولات، اذا كان كاس عالم بقى ولا كاس عالم انديه ولا تشامبيونز ليج ولا دوري انجليزي ولا اي بطوله دخلها كسبها. الواد في شبه قد كده كده بالظبط كده. الواد قام جاي لامم جامافينجا، ويا معلم محدش ادى 1% اهتمام انك ممكن تشوت. اصل يا جدعان ده كواليتي. اما ميسي يطلع يتكلم عليك ويقول لك اصل في لاعب بيلعب في الارجنتين نبص عليه، لا يبقى فعلا نبص عليه. فعلا السيتي عملت احلى صفقه في اخر فتره يا معلم، جابت لاعب اسمه الفاريز من الارجنتين بفلوس قليله قوي، وطلع لنا جوليان الفاريز يا معلم. الواد جامد، الواد تنين بجد والله. انا لو عندي التخمه دي لا كنت ممكن افكر فيه عادي، مع ان اتلتيكو مش هيبيعهولي. اخر سؤال وبجد هو عذر، مش سؤال هو عذر. انت عندك اندريك ومبابي في نفس المكان، عندك فينيسيوس جونيور ورودريجو في نفس المكان، عندك ابراهيم دياز وبلينجهام. ابراهيم دياز اللي اون فاير قوي، الواد يا جدعان بيعدي من بقى. شفت اللي شاف جون اسكو في مع ريال مدريد قدام اتلتيكو مدريد؟ الواد ده اكيد يا معلم اللي هو البنزيما كده، فاهم؟ عارف اهي الصوره هتبقى قدامك بكل بساطه. هو الواد قعد الفرش على الارض وقال له طب بقول لك ايه، بكل بساطه وبكل سهوله احنا هنجيب التاني، فاهدى وريح نفسك، وهي حقنه مش هتحس بيها بكل سهوله يا معلم. خد اهي، وقام جاي حطها يعني كده البعيده، بسيطه سهله، مش محتاجه ان فزلكه وان فينيسيوس يحزق وان مش عارف ده يوقع على الارض وان ما عدي ما لا يا معلم، بكل بساطه وبكل سهوله خد في البعيده بس خلصت. دياز احسن فورمه ليه او احسن مكان بيحب يلعب فيه بلينجهام مش موجود، او مكان بلينجهام. حلها يا عم انشيلوتي والله انا بعذرك. اصل معايا اندك ومبابي والاثنين مجبرين ان نلعبهم، معايا اودا جولو قاعد دكه، معايا الناحيه الثانيه بقى معلم فينيسيوس ورودريجو الاثنين نفسهم يلعبوا في المكان ده. عندك يا معلم دياز في الفورمه ليه حلوه، وعندك بلينجهام هيرجع عادي يلعب عادي. عندك يا معلم كميه تخمه هجوميه يجيني. لا عذرا لانشيلوتي في الحته الهجوميه اللي انا مش عارف يا معلم العب فيها. بس دي كان حلقه ريال مدريد واتلتيكو مدريد، فانا منتظر بفارغ الصبر حلقه العوده، حلقه المنتدى اللي هتحصل علينا، عشان اطلع بقى اقول كل اللي عندي بقى. عشان الحلقه دي ما عرفتش اقول كل اللي عندي، الحلقه دي احنا كسبانين برضه فما ينفعش نطلع كل عيوب، بس في عيوب كتير قوي ما اعتقدش ان اي حد يتلام عليها غير انشيلوتي وغير بريز. هنطلع نتكلم عن ده كله بعد ما نخسر الدوري اللي احنا ضيعناه قدام بيتيس، ونخسر تشامبيونز ليج بعد اتلتيكو مدريد. عشان مش ولاد في عادي انزل ماجد دي ومنتدى، ودي حلقه ريال مدريد واتلتيكو مدريد. سلام.